ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله انا جايبه لكم صنف كلنا بناكله، بس يعني قليل مننا يعرف قيمته الغذائيه. النهارده هنتكلم عن فوائده من ناحيه الصحه، وكمان هنعمله بطريقه جديده هنحبه كلنا بالطريقه دي. تعالوا يلا معانا نشوف المقادير والطريقه. بس قبل اي حاجه، اشتراك للي لسه ما اشتركش في القناه، ولايك وشير. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. معايا قرنبيط سلقته في ميه وملح وليمون، وفصصته لقطع صغيره بالشكل ده. بنتكلم عن فوائد القرنبيط، مهمه قوي لصحه العظام، مهمه قوي في عمليات انقاص الوزن، مهم كمان في خفض خطر الاصابه بالامراض السرطانيه، بيقوي المناعه، بيحسن الهضم، غني بالالياف. يعني احنا فوائده كتيرة جدا، ويعني مش قادرين نحصرها. وهنا انا حطيت معلقة من الزيت وقلبتهم مع بعض، وجبت صينية من الصواني اللي عندك، حطيتهم تحت الشواية، اديتهم تحميصة كده في الفرن، وبعد كده جبت اللحمة المعصجة قلبتها على القرنبيط زي ما انتم شايفين كده، وعاملة بشاميل. طبعا طريقة البشاميل اللي انا عملته قبل كده على القناة، اللي حابب يعني يرجع عليها. وحطيت جزء من البشاميل في القالب او الصينيه اللي هتعملي فيها، وبعد كده نزلت بخليط القرنبيط مع اللحمه المفرومه، وحطيت عليه البشاميل زي ما انتم شايفين كده، وسويت الوش بتاعها. وجيت ببيضة كده وملح وفلفل ومعلقة من الزبدة، ودهنت بيها وش القالب. القرنبيط بالشكل ده قعد يعني حوالي نص ساعة في الفرن. شاهي جدا، وأي حد هياكله بالطريقة دي هيحبه قوي، وطريقة جديدة برضو، وما فيهاش زيوت بقى، ومش تقيل على المعدة. يعني بجد اللي حابب ينقص وزنه هيبقى مفيد قوي قوي معاه. اتمنى ان شاء الله تجربوه بالطريقة دي، وان شاء الله يعجبكم. وما تنسوش لايك واشتراك في القناة اللي لسه ما اشتركش. واتمنى اكون افدتكم بمعلومة النهاردة. اشوفكم على خير يا حبايبي، والى اللقاء.